تعالوا نعمل النهاردة مع بعض أشهر أكلة في ليبيا. هنعمل المبكبكة الليبي على أصولها، وهنعمل فيها شوية تريكات كده هتودي الطعم في حتة تانية. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف الفيديو بتاعنا. أنا هستخدم النهاردة في الوصفة بتاعتي لحمة موزة. عندي موزية كده بحالها، هقطعها معاكم شرايح بالشكل ده، شرايح مدورة، وهستخدمها في الوصفة. اخواتنا الليبيين بيحبوا يعملوها باللحمة الضاني، فليكي مطلق الحرية في قطعية اللحمة اللي انت هتستخدميها في الوصفة، سواء لحمة ضاني أو لحمة شمبري، دي حاجة ترجع لك انت. اي قطعية لحمة موجودة عندك هتمشي معاكي في الوصفة دي وهتبقى خطيرة. قطعت اللحمة بالشكل ده شرايح مدورة كده علشان ما تاخدش معايا تسوية، هي اصلا اللحمة الموزة مش بتاخد تسوية وبتستوي بسرعة. بعد ما قطعتها بالشكل ده هقطع كمان بصلاية كبيرة مكعبات صغيرة خالص، ومعايا فصين من الثوم هفرمهم ناعم كده بالسكينة أو دقيهم في الهون. وبعدين معايا فلفل 3-4 قرون من الفلفل اللي هو اللي تشيلي، اللي هو بيتباع عند العطار، اللي هو الفلفل المجفف ده، فرمته ناعم كده. حطيت حلة تسخن على النار كويس جدا، حطيت فيها معلقتين زيت كبار، بلاش سمنة وبلاش زبدة، خليكي في الزيت أفضل. نزلت بشرايح اللحمة كده في الحلة السخنة، عايزاها تاخد اللون الذهبي دوت من الأرضية. بعد كده هبدأ ان انا اضيرها على الناحية التانية. عايزين اللحمة بتاعتنا دي تقفل المسام بتاعها وتكون على نار عالية جدا عشان ما تنزلش اي سوائل. بعد ما شوحت اللحمة وخدت اللون الجميل ده معايا، هركنها في طبق جانبي على جنب، وفي نفس الحلة هنزل بالبصلاية اللي انا فرمتها صغير جدا. هبدأ ان انا اشوحها كده، وهنزل عليهم بالفلفل اللي هو الحامي والثوم المفروم، هشوحهم تشويحة سريعة، مش عايزاهم يغيروا لون ولا اي حاجة. هنزل عليهم بقى بمعلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكركم والكزبرة والسبع بهارات والفلفل الأسمر. شوحتهم مع البصل، بعدين هنزل باللحمة تاني بقى بكل العصارة بتاعتها اللي نزلت في الطبق. هشوحهم تشويحة سريعة، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم المعلبة وكوبايتين من عصير الطماطم المضروب في الخلاط ومتصفي كويس جدا، ومكعب من المرقة. وهبدأ ان انا اشوح كل ده كويس قوي مع بعض، واسيبهم على نار عالية لحد ما يغلوا بالشكل ده. اول ما تبدأ ان هي تغلي كده هغطيها وههدي عليها النار واسيبها بقى تتسبك براحتها. هنا كانت اتسبكت زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا ازودها مية سخنة من الكتل، احط فيها حوالي لتر كده من المية. انا هعمل على الكمية دي نص كيلو من المكرونة. هقلبهم كويس قوي كده، وبعدين هغطيها واسيبها بقى على نار متوسطة لحد ما اللحمة بتاعتي تبقى مستوية بنسبة 80%. تمام. بعدين معايا بطاطستين 2 مقطعهم كبار كده، يعني بطاطسايه الواحده مقطعاها على 3. حطيتها في الحله بعد ما كانت اللحمه دخلت في التسويه، وحطيت عليها قرنين فلفل حامي. ودلوقتي هحط بقى الملح بتاعها. هقلبهم تقليبة كده مع بعض وهغطيها، بس خلي الغطا بتاعك موارب لحد ما اللحمة تستوي خالص والبطاطس كمان تستوي. بعد ما اللحمة والبطاطس استووا كويس جدا، نزلت بالمكرونة المرمرية اللي هي الحجم الصغير خالص، نزلت بيها في الحلة، قلبتها تقليبة. هنا بقى حسيت ان هي محتاجة شوية مية، فزودت لها شوية مية سخنين بالشكل ده. هقلبها تقليبة وهغطيها برضو، ونفس الغطا الموارب، ما تغطيش الغطا للآخر. كل دقيقتين هتشيل الغطا بتاع الحلة وتديها تقليبة سريعة كده، وتغطيها تكمل تسوية. أول ما تحس إن هي محتاجة مية اديها مية عادي جدا. هنا كانت خلاص استوت معايا بالشكل ده. ريحتها يا جماعة خطيرة وطعمها خطير. طبعا انتوا ممكن تحسوا ان انا حطيت فلفل حامي ياما، بس هي اصولها كده ان هي تتاكل حامية، واحنا هنا بنحب الحامي، فدي الحامي ده اختياري، حاجة ترجع لك انتي. فضيتها هنا في طبق التقديم، وزي ما انتوا شفتوا الحله بتاعتي نضيفه ما فيهاش ولا مكرونايه لازقه فيها. اهم حاجه التسويه الصح يا جماعه. حطيت بقى المكرونه كده، وهنا بقى اديتها رشه شبت، وعايزه اقول لك الشبت بياخدها في حته تانية خالص. تقدري تحطي الشبت معاها على النار قبل ما تطفي عليها، ولكن انا مش بحب طعمه يبقى قوي قوي، فبرشه كده فوق الوش. تمام. خطيرة يا جماعة، جربوها إن شاء الله تعجبكم جدا، وهستنى رأيكم في الوصفة الحلوة الخطيرة بتاعتنا دي النهاردة. وتحية طبعا لإخواتنا الليبيين، وكنت معاكم نور، وباي باي.